اسمحوا لي يا جماعة قبل ما أبدأ الحلقة، شابوه للفنان يوسف الشريف، عودة موفقة جدا للعودة لدراما رمضان 2026. بس هل مسلسل فن الحرب كان يستاهل كل الغيبة دي؟ لو أول مرة تتفرج عليا، أنا محمد ميرا وده برنامج سينما ميرا. اشتركوا على القناة وفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكوا الحلقات الجديدة أول ما تنزل. ونبدأ بالقصة، ودي اللي فيها تويست جامد جدا. المسلسل بيبدأ بخدعة ذكية جدا لما البطل بيقرر إنه يكون عصابة عشان ينصبوا على نصابين شركة أرض المستقبل اللي ضحكوا على الناس ونصبوا عليهم ولموا منهم 6 مليار جنيه. الشركاء كلهم هربوا واختفوا ما عدا واحد بس اسمه توفيق ابراهيم، ده اللي الشركاء غدروا بيه ولبسوه القضيه ودخل السجن. واحده من الشركاء دي كان اسمها ياسمين النشارتي، بتجمعها بتوفيق شراكتين، جواز وشغل. وبعد ما اتقبض عليه عملت باصلها وانفصلت عنه وقالت انا ماليش دعوه بيه. وهنا بنعرف ان التويست ان توفيق ابراهيم ابو البطل، وزياد بيعمل كل ده عشان خاطر يرجع فلوس المودعين ويطلع ابوه من السجن. التويستات تخلص لحد كده؟ لا لسه. المسلسل لعب بينا في 4 حلقات بظهور شخص مجهول كان بيراقب العصابة. الشخص ده كان مفهمنا انه ضابط شرطة لحد اللحظة اللي جت وقلب فيها الترابيزة لما دخل قبض على زياد والناس اللي معاه بتهمة ان هم نصابين قدام الناس اللي زياد كان راح ينصب عليهم، وطلع بعد كده فرد من افراد العصابة وزياد كان مخبي عليهم. تاني حاجة، سرد الاحداث. المعلومات كل حلقة بتتقدم على انها قطعة بازل صغيرة، تفاصيل كل شخصية عليها غموض كأنها ملف مخابراتي. كل ده ولسه مش عارفين علاقة مي شيري عادل بزياد يوسف الشريف. الغموض مسيطر على علاقتهم ببعض. تالت حاجة، ودي حاجة مهمة جدا في المسلسل، الإيقاع. المسلسل إيقاعه سريع جدا لدرجة إنك ما تحسش بنص ساعة مدة الحلقة اللي بتلاقيها قفلت بسرعة على نهاية قوية أو كليف هانجر يخليك مستني حلقة بكرة من النهاردة. رابع حاجة، اختيار الأدوار. الممثلين متسكنين في أدوارهم بشكل كويس قوي. حتى في ممثل لفت نظري جدا وأنا بتفرج على المسلسل، المحاسب اللي كان طالع بدور رجل الأعمال اللي كان نصاب من نصابين شركة أرض المستقبل. الممثل ده عامل الدور بتاعه بشكل كويس قوي، وكل ده يثبت إن المسلسل معمول بإتقان وخدوا وقتهم في الشغل. أول 4 حلقات من مسلسل فن الحرب بتقول إننا قدام عودة قوية جدا للشابوه، لكن الاختبار الحقيقي هو الحفاظ على نفس المستوى لحد نهاية المسلسل. الحاجة الوحيدة واللي حسيت انها كانت محتاجة شوية تظبيط شوية، افيهات سيد. افيهات سيد كانت بتظهر في اوقات بتفصلك من احداث المسلسل. الافيهات دي كانت محتاجة مجهود اكتر من كده بحيث انها تكون مدروسة ومربوطة بالقصة، ما تخلينيش انا كمشاهد اخرج من المسلسل. دي كانت مراجعة أول 4 حلقات من مسلسل فن الحرب، ولسه مكمل معاكم في مراجعة باقي الحلقات طول شهر رمضان. رسالة صغيرة للأستاذ زياد، قائمة أسامي الناس اللي أنت ترجع فلوسها اسمي مش فيها، يعني بس انا عايز شويه فلوس اظبط بيهم الديكور يعني. على العموم اشترك في القناه وفعل جرس التنبيهات عشان توصلك الحلقات الجديده اول ما تنزل.